منتج النهارده ملوش مقارنات، لان ما ينفعش يدخل في اي مقارنه في حته تانية لوحده. وانا متاكد ان هلاقي 70% من المصريين متعودين عليه من وهم صغيرين. ايوه، بسكوت شاتو تحسها حته من التراث القديم، طعمها مختلف مهما دقت. بسكوته تجمع بين الفانيليا والشوكولاته، ومش بس كده، ده كمان محشيه شوكولاته. الشوكولاته اللي فيها طعمها حلو جدا. اقول ايه فيك وانت كلك مميزات. هتحتاج ايه اكتر من كوبايه شاي بالمانجا وبسكوت شاتو وتسقسق. لما تاكله كده تحس انك بتاكل وجبه كامله، وراهنك لو قدرت تخلص البسكوته كلها لوحدك. هو حلو لوحده، بس برضه لو حطيتيه في الحلويات التشيز كيك بيكون خطير. رغم غلاء الاسعار، هو سعره غالي عن الاول، بس ما راحش في حته تانية. سعره دلوقتي في رينج 17 جنيه ونص بس في هايبر مول. بقاله اكتر من 50 سنه بينزل بنفس الكفر والديزاين واللون والشكل والطعم الوحيد، وبيحقق مبيعات من غير ضجه ولا فزلكه ولا اي تطور. بسكوت كينج. قولوا لنا في الكومنتات، انتوا من ال 70% اللي بيحبوا بسكوت شاتو من زمان ولا لا؟